من ساعة ما العربيات اتعملت وكل شركة بتحاول تعمل أحسن وأسرع وأقوى نسخة، وبالذات لما بدأت فكرة السباقات، وبعدها كمان انتشرت ثقافة التعديل والشركات بقت تتنافس علشان تعمل أقوى نسخة إنتاجية تنزل الشارع بشكلها الستوك. ففي الفيديو ده هنتكلم عن الباكجات الرياضية اللي بتنزل للسوبر والسبورت كارز. فخلينا نبدأ من ألمانيا بلد السبورت كارز الأقوياء جدا، مع شركة بورش بالباكج اللي أشهر عندهم وهي الوايزك باك، ودي بتتسمى على اسم مركز وايزك للأبحاث والتطوير التابع لبورش في ألمانيا. المركز ده يعتبر المكان اللي بتتعمل فيه اختبارات للموديلات بتاعتهم والتطويرات اللي بتخلي شركة بورش دايما في المقدمة فعلا. الباكج هي مجرد شوية تعديلات في التصميم واللون وشوية باور زيادة متاحة على أقوى نسخ موجودة في الشركة وبس. أنا شخصيا عرفتها مع موديل ال 918 لأنه أكيد هينزل عليه الباكج دي، وطبعا متاحين على نسخ الجي تي ار اس كلهم زي الجي تي 2 والجي تي 3 والجي تي 4، وده بيحصل من خلال استخدام مواد خفيفة زي الكربون فايبر والتيتانيوم اللي بتقلل الوزن إلى حد ما ممكن توصل ل 40 كيلو. من ضمن الحاجات اللي بيشملها الباك دي هي الجنوط الكربون فايبر. بورش بتستخدم جنوط مصنوعة من الكربون بدل الألمنيوم هنا، وده أكيد بيساهم في تقليل الوزن للموديل وبيحسن الثبات والأداء في المنعطفات. كمان السقف بيكون كله كربون فايبر، الحركة اللي أنا شخصيا بحبها جدا جدا، وده بيقلل مركز الثقل بتاع العربية فبتحس إنك ماسك الطريق أكتر. في تزويد تفاصيل ايروديناميكية زي سبويلر خلفي أكبر وأجزاء جانبية معدلة علشان تحسن من تدفق الهواء حوالين العربية كلها وتزود الاستقرار على السرعات العالية جدا، والأكيد تدي لمسة جمالية طبعا للموديل. كل ده بيأثر على أداء العربية لكن بشكل غير محسوس، بس فكرته هي الحصرية والتميز أكتر، وإن قيمة الموديل في إعادة البيع بتزيد. سعر الوايزك باك على الأقل بيكون 20,000 دولار. ومن إيطاليا مع فيراري مع الأسيتو فيرانو باكج. اسم أسيتو فيرانو ده جاي من حلبة فيرانو، ودي حلبة سباقات خاصة بشركة فيراري في إيطاليا بيتم فيها اختبار وتطوير العربيات الجديدة بتاعتهم. الباكج دي بتركز بشكل أكبر على تخفيف الوزن للموديل لتحسين أدائه على التراكات، وأجزاء كتير من العربية بتتغير لمواد أخف. السقف مثلا والأبواب في الأسيتو فيرانو باكج بيكونوا مصنوعين من الكربون، وبتيجي بأنظمة تعليق مخصصة للحلبات، ودي بتشمل مساعدين من نوع مالتي ماتيك واللي بيشتغلوا بكفاءة أعلى في التماسك على السرعات العالية جدا. واحدة من الحاجات الإضافية أكيد هي أجزاء الايرودينامكس مصممة لتحسين انسيابية الهواء حوالين العربية كلها. الجناح الخلفي بيكون أكبر ومصنوع من الكربون فايبر هو كمان، وده بيزود الداون فورس على السرعات العالية، بيخلي العربية يكون تماسكها على الأرض أحسن بكتير. النسخ دي بتيجي بكاوتشات الميشلين بايلوت سبورت كاب 2، ودي مصممة مخصوص للاستخدام على التراكات وبيكون سعرها غالي جدا. لو نقلنا على الناحية التانية هتلاقي لامبورجيني عندها باكج أقل شهرة شوية من فيراري باسم سوبر تروفيو باكج، ودي اللي بتكون متاحة على بعض الموديلات زي اللامبورجيني هوراكان كده. والسوبر تروفيو باكج دي بتركز زي اللي فاتوا على تحسين أداء الموديل على التراكات. المحرك هنا بيكون معمول له تيون خفيف بحيث يديك قوة أكتر وتسارع أسرع. ما أعتقدش إنه هيكون ملحوظ الصراحة، لكن زي ما قلت لك بتضيف قيمة وحصرية للموديل أكتر. مثلا اللامبورجيني هوراكان مع باكج السوبر تروفيو بتوصل لقوة 600 حصان، وده أكيد رقم مثالي لوزنها. طبعا بتيجي مع تعديلات في الانسيابية زي السبويلر الخلفي الكبير وديفيوزر ضخم ومشتتات من كل مكان. الأجزاء دي كلها معمولة من الكربون فايبر أكيد، وطبعا برضو مش محتاج أقولك إن كل حاجة بتكون معدلة من ناحية الفرامل اللي بتكون مصنوعة من الكربون سيراميك وأنظمة السسبنشن وكل حاجة تانية. خلينا نروح نشوف ماكلارين عندها إيه. هنلاقي الماكلارين MSO ماكلارين سبيشال اوبريشنز باكج العمليات الخاصة بتاعتهم. ممكن تختار ألوان وتفاصيل خارجية مميزة جدا ومش متاحة في النسخة العادية. ده مثلا ممكن يكون تصميمات جرافيك على الموديل كله، وحتى استخدام ألياف الكربون الجميلة المكشوفة أو الملونة اللي بتدي الشكل الرياضي المميز جدا. والعملاء ممكن يختاروا تصميمات جريئة أو حتى يحطوا لمسات شخصية زي توقيع أو شعار معين. أنا شفت يمكن أشهر وأغرب موديل بتنزل بتعديلات MSO دي كان مع المرسيدس ماكلارين SLR، نسخة وحيدة تحت طلب عميل مميز اسمها MSO شارك. عاملين شكل العربية زي القرش بالظبط، الرسمة للأسنان ال 3D والألوان عاملة كونترست جامد زي ما يكون بق سمكة واقعي فعلا. شكلها في الصور حاجة جنان، ما بالك على الحقيقة بقى. الباكج دي بتديك خيارات كتيرة في الجنوط بأشكال وألوان مختلفة، وكمان إطارات مخصصة للموديل ده. ممكن تضيف أنظمة حديثة للعربية بتاعتك، ده ممكن يشمل شاشات أو حتى كاميرات 360 درجة. اللي جاية دي أعتقد هي الباكج الرياضية المحبوبة للكل اللي بتكون الكومبيتيشن من BMW، اللي بتركز على 3 حاجات رئيسية: أداء المحرك والنظام التعليق والشكل الخارجي. مثلا في موديل زي الام 4 اللي أنا بحبه جدا، الباكج دي بترفع قوة المحرك بتوصل ل 500 حصان بدل 473. الفرق ده مش بسيط وبيخلي التسارع العربية أحسن فعلا. الموديل مع الحزمة دي بيوصل تسارعه من 0 ل 100 في 3 ثواني و8 أجزاء، فرقم قوي جدا جدا. وواحدة من أهم الحاجات اللي بتميز الباكج دي هي التعديلات في نظام التعليق والشاسيه. المهندسين في BMW بيعملوا تعديلات دقيقة على نظام التعليق مع الكومبيتيشن علشان
بيحسنوا التوازن والثبات على السرعات العالية، بتبقى محكمة أكتر على الطريق زي ما تقول. فأكيد تجربة القيادة في الموديلات اللي زي دي بتكون جامدة وممتعة جدا. طبعا هتلاقي لوجو الكومبيتيشن في كل مكان على موديل. في الأغلب النسخ دي بتكون محدودة بكام ألف عربية، فسعرها بيكون أعلى هو كمان. وبما إننا لسه في ألمانيا فخلينا نشوف مرسيدس عندها إيه. هنلاقي إن معاها البلاك سيريز، وهي النسخ الأكثر رياضية وأعنف من موديلات الاي ام جي. في ناس بتعتبرها موديلات تانية مختلفة عن الأصلية أصلا. هنا بتكون بمحركات V8 تربو، ومنهم حتى ال V12، وغالبا بتوصل قوتها لأكتر من 600 حصان، يعني بتديك تجربة خرافية من النجمة. التصميم الخارجي بيكون عدائي جدا، رفارف منفوخة، وايت بادي، وقطع ايرودينامكس كتير، وإضافات لتحسين الثبات على السرعات العالية جدا. ويستخدموا مواد زي ألياف الكربون علشان يقللوا الوزن ويزودوا الصلابة. كمان نظام التعليق معدل بشكل يخلي المرسيدس ثابتة على الطريق أو التراك. البلاك سيريز بتكون موجهة للناس اللي بتحب النسخ السوبر رياضية، لكن عايزة ان الموديل يكون حصري جدا علشان تجمعها في المجموعة بتاعتها. يمكن من اشهر العربيات اللي عندهم بتكون المرسيدس AMG GT بلاك سيريز اللي شفناها في 2021، اللي بتيجي بقوة 720 حصان وتصميم مخصص للتراكات لكن قانوني على الطرق العادية. تعال ننقل على استون مارتن اللي عندهم ال AMR Performance Package. باكج ال AMR غالبا بتقدم تحديثات للمحرك وبتزود القوة الحصانية، وده بينعكس على تسارع أفضل وتوب سبيد أعلى. وهي برضو فيها تحديثات لكل حاجة زي المحرك والشكل وكل الكلام ده. الجميل هنا إن أستون مارتن أغلب موديلاتها بتكون فخمة، مش بتكون مصممة إنها تجري بشكل كبير قوي، لكن الباكج دي خلت الموضوع ينعكس تماما، بالذات مع آخر موديل ليهم الفالكري اللي تخيل إن بينزل منها نسخ أداء أعلى بجناح عملاق، كأن العادي ما كانش خارق كفاية. جاكور مثلا عندهم باكج باسم ال SVR، وهي اختصار لكلمة Special Vehicle Racing، وكالعادة تحسينات في المحرك والأداء والتصميم وكل حاجة. اللي بيعجبني أكتر هو اهتمام جاكور بالصوت، بحب صوت موديلاتهم جدا. اودي بيكون عندها اضافات باسم اودي كومبيتيشن باكج، كومبيتيشن غير بتاعه البي ام دبليو بس اقل شهرة منهم شويه. فعلا تعتبر واحده من الحاجات اللي بتحط عربيات اودي في مستوى تاني من الاداء والجمال. وعلشان تعرف ليه الكومبيتيشن باكج دي مميزه لازم تفهم الاول ايه اللي بتقدمه وليه الناس في اوروبا بيحبوها. فعلا هي بتكون محطوطه في فئه رياضيه عاليه كانها سوبر كار اصلا. اودي هنا مش بتهزر، بتضيف تحسينات كبيره على المحرك ونظام التعليق ونظام العادم، وده كله بيخلي العربيه اسرع واكتر ثبات على الطريق. المحرك اللي ممكن قوته توصل ل 600 حصان واكتر، وده رقم ضخم لاي نسخه رياضيه. هو كمان الموديلات اللي بتتعدل بتكون ارس اصلا، فمن عالي لاعلى، والصوت مهم جدا لانه جزء من تجربه القياده. والداخليه كمان مش بتكون زي اي اودي عاديه. الكومبيتيشن باكج بتضيف تفاصيل في الداخليه زي الجلود والتطريزات الفخمه وشعارات اودي في كل مكان. ممكن تلاقي كمان الكراسي رياضيه بتديك دعم اكبر وانت سايق. كل التفاصيل دي بتخليك تحس انك قاعد في نسخه مختلفه مش اي عربيه عاديه وخلاص. خلينا نختم مع امريكا بلد العضلات مع Z51 Performance Package، وهي باكج اداء بتحسن الموديلات بشكل كبير زي اللي نزلت على C8 كده. الموديلات بالباكج دي من شيفروليه بتكون مرعبه جدا، تصاميم وصوت واداء قوي جدا. فلو عجبك الفيديو اكتب لنا ايه اكتر باكج انت بتحبها فعلا، واكتب لنا لو عايز منا نعمل جزء تاني عن باقي الشركات. بس كده، سلام.